وبتبدأ حكايتنا في مدينة اسمها مدينة السحر، وكل أهلها بيستعملوا السحر وعندهم اعتقاد ان السحر دوت هبه من عند ربنا، وقيمه الناس هناك بتتحدد بدرجه اتقانهم للسحر. وبنروح في غابه جنب المدينه وبنشوف شاب اسمه ماش قاعد يشيل حديد بكل سهوله لدرجه ان الحيوانات خافت منه. وكالعاده بعد ما بيخلص تمرين بياكل فطيره الكريمه، وده بيكون اكله المفضل. ودلوقتي بنروح لكوخ اللي عايش ابوه فيه واسمه رينجو. وفجاه ماش كسر الباب وهو بيحاول يفتحه، وابوه انصدم ساعتها وقال له هو الباب ده قدك يا ابني عشان تخلعه؟ اتقي الله. فماش قال له حقك عليا يا بابا، انا نسيت الباب دوت بسحبه ولا بزقه. فابوه قال له يعني انت عايش معايا السنين دي كلها ومش عارف الباب بيفتح ازاي؟ وبنعرف هنا ان ماش عنده قوه جباره بس غبي شويه. وبعد كده ماش بيسال ابوه بيقول له ليه بتمرن تمارين جسديه بس مش بتعلمني اي سحر؟ فابوه سكت شويه وافتكر ان ماش مختلف عن الناس كلها عشان هو ما عندهوش سحر خالص، ورد عليه وقال له مش وقتها القصه ديت، هشرح لك الدنيا بعدين بس ما تخرجش من البيت وانا مش موجود. وابوه ساعتها خرج وساب ماش لوحده، وماش حس بالجوع وكان نفسه في فطيره كريمه، وقرر ينزل المدينه عشان يجيبها وتنكر عشان محدش يعرفه، وهنعرف السبب بعدين. ولما وصل المدينه لقى ناس كتير بتستعمل السحر، ولقى محل الفطاير ففرح قوي وطلب 7 فطاير. ولما جه يطلع الفلوس عشان يدفع صاحب المحل بص له وهو مذهول عشان الفلوس كانت متنيه. فماش قال له معلش اصلا كنت متحمس شويه، واخد الفلوس وعدلها قدامه. وفجاه جه شويه هوا طيروا الغطا اللي على وشه، والناس كلها بصت له وما لقوش في وشه اي علامه سحر، والكل انصدم ازاي في حد ما عندوش علامه سحر وعايش في العالم دوت. وفي نفس الوقت بنشوف المعلم كولمان، وده رئيس الشرطه السحريه واللي هيغير مصير ماش كله. وكولمان كان قاعد في مكتبه بيتفرج على التلفزيون وشاف خبر ان موهوب السماء للسنه ديت طالب اسمه رن. وفجاه التليفون بتاعه رن وجاله خبر مهم ان في شاب غريب في المدينه ووشه ما فيهوش اي علامه سحر. كولمان ساعتها جري على هناك عشان يشوف مين دوت، ولما وصل لقى عمنا ماش قاعد بياكل الفطيره بتاعته وهو مش دريان باي حاجه. بس ساعتها ابو ماش جه على طول وهرب بيه، بس كولمان ما كانش سهل برضك، طلع العصايه بتاعته وعمل عصفور عشان يروح يشوفهم هما راحوا فين. وبنروح للبيت وبنلاقي ان رينجو عمال يزعق لماش وبيقول له انا مش قلت لك ما تروحش المدينه ديت ابدا؟ فماش بيقول له اصل انا كنت جعان. فابوه بيقول له عقابا ليك روح اعمل التمارين بتاع الصبح تاني. وماش جه عشان يمشي بس ابوه جه على طول وفتح الباب، وبنلاقي ان كولمان راح على بيت رينجو عشان يقبض على ماش. ولما دخل البيت لقى رينجو قاعد فقال له فين ماش؟ فرينجو رد عليه وقال له مش هقول لك ابدا. وكولمان ساعتها اتعصب عليه وطلع عصايته وبدا يضرب رينجو. فرينجو بدا يصرخ وبيقول بكل قوته اهرب يا ماش اهرب يا ماش. وفي اللحظه ديت رينجو افتكر نفسه وهو صغير كان سحره ضعيف جدا واهله اتضربوا منه والناس كلها اتنمرت عليه، ووقتها قرر ان هو ينهي حياته ووقف فوق سطح عالي. بس سمع صوت طفل وهو بيعيط ولقاه من غير علامه سحر واهله رموه، فحس ان الطفل دوت شبهه فاخده ورباه بعيد عن المدينه وسماه ماش. وماش كان ساعتها في الغابه وسمع صوت ابوه وهو بيصرخ فجرى على طول عشان ينقذه. واول لما وصل لقى واحد من الشرطه بيضرب ابوه فقال لهم سيبوا ابويا. فواحد من الشرطه قال له انت مين؟ فماش ما كترش معاه كلام واداله واحده طياره الشرطه بره البيت. كولمان ساعتها اندهش وقال له انت اللي في وشك مفيش علامه سحر؟ فماش رد عليه وقال له ايوه انا، بس سيب ابويا والا هنزل عليك ضرب. كولمان ضحك ساعتها وقال له هو انت مفكر ان انت تعرف تقف قدامي من غير سحر؟ وطلع عصايته السحريه وعمل كره سحريه ضخمه وقال له الكره ديت قتلت 2 قبل كده ورماها في وش ماش. ماش مد ايده ومسك الكره بايديه وكولمان اندهش وقال ازاي؟ بس ماش ضرب الكره بايديه وانكسرت على طول. كولمان ساعتها اتعصب وطلع طاقه سحريه كبيره جدا وقال له التعوذه ديت تكفي ان هي تدمر المدينه كلها، وضرب ماش بكل قوته. ماش ساعتها وقف في مكانه والتعوذه ضربته بس ما حصلوش اي حاجه، وبص لابوه وقال له يا بابا جيب لي العصايه بتاعتك. فرينجو اداله العصايه وساعتها مسكها ورمى العصايه على كولمان. فكولمان ساعتها خاف وعمل تعويذه بس العصايه كسرت التعويذه. نعم انها العظمه يا ساده. كولمان وقع على الارض وقال انت مش انسان، ازاي عندك القوه ديت وانت ما عندكش سحر خالص؟ وساعتها كولمان فكر وقال يستغل الموقف وقال للماش تعالى نعمل صفقه، خش اكاديميه السحر واكسب لقب موهوب السماء واديني كل الفلوس والجوائز اللي هتاخدها وانا هسيبك انت وابوك والا هسجن ابوك ومش هتعرف توصل له تاني. ماش ساعتها رد عليه وقال له انا موافق. وفينجو اندهش قال له انت مجنون، دي مدرسه سحر وانت ما بتعرفش تستخدم السحر، هتعمل ايه هناك؟ فماش قال له ما تقلقش انا هتعامل معاهم بعضلاتي. وراح ساعتها لاكاديميه السحر وهو بيقول طالما ان العالم دوت ما قبلنيش لازم انا اخليهم يقبلوني بقوتي. ودي هي اكاديميه السحر استون، اكاديميه تاريخيه وخرجت ركائز كتير للعالم، وعشان كده الاختبار بتاعها مش سهل وصعب جدا، والشخص اللي هيكون
هيكون مسؤول عن الاختبارات اسمه لوتشي، وده ساحر متخرج بدرجه امتياز. لوتشي ساعتها كان واقف في الشباك وعمال يتفرج على الطلبه اللي جايين، وشاف ولاد العائلات الاغنياء موجودين هناك، وقال هم دول المرشحين المناسبين، والطلاب كلها كانت ماسكه كتب السحر وعماله تراجع. بس فجاه شافوا ماش وهو عمال يتمرن حديد ومش فاهمين هو بيعمل ايه هنا. لوتشي ساعتها قال ده اختبار قبول لمدرسه السحر، هو بيعمل تمارين حديد هنا ليه؟ وبعد كده خرج للطلبه وقال لهم انا المشرف على الاختبارات واسمي لوتشي. الطلبه اندهشوا ساعتها لما عرفوا اسمه، عشان هو من اقوى 7 سحرة موجوده في المدينه، وقالوا بالرغم من هو لسه شاب الا انه عارف تعويذ كتير. وساعتها قال لهم يلا جه وقت الاختبار الاول، اقعدوا في المقاعد بتاعتكم. والطلبه قعدوا يدوروا بس ما لقوش مقاعد، وفجاه المقاعد طلعت من تحت الارض والورق نزل من السماء ومعاه ريشه. ولوتشي قال لهم الاسئله سهله بس عليها سحر، وعشان تقراها لازم تشيل السحر اللي عليها. الطلبه بصوا للورق ولقوا ان الكلام عمال يجري ومحدش عارف يقرا حاجه. ساعتها ماش اتعصب وكسر الريشه على طول، والكلام كله وقف وثبت في مكانه. ماش ساعتها راح يسلم له الورقه، ولوتشي انصدم، قال ازاي ده مش معقول، ازاي خلص بسرعه كده؟ وبعد كده لوتشي قال لهم الاختبار الثاني هيكون في المتاهه، ولازم تخرجوا منها في نص ساعه بس، والمتاهه هتكون مليانه فخاخ. وماش ساعتها دخل المتاهه بس لقى قدامه واحده اسمها ليمون، وقالت له ساعدني وتعالى نمشي مع بعض عشان انا خايفه من الفخاخ. فماش وافق، وهما ماشيين ليمون كان بتقع في كل الفخاخ وماش كان بينقذها. وفجاه ليمون طلعت العصايه بتاعتها وربطت ماش بالحديد وقالت له انا جايه عشان اعطلك. بس ماش قال لها انت ليه خنتيني؟ فردت عليه وقالت له عشان لوتشي وعدني ان انا ادخل الاكاديميه. بس بحركه بسيطه ماش قدر يكسر الحديد وسابها ومشي. وفجاه ظهر وحش عملاق شبه ابو الهول وسالها ايه الحاجه اللي عندها 4 رجول الصبح و2 الظهر و3 بالليل. فليمون ما كانتش عارفه حاجه، والوحش جه يضربها بس ماش جه على طول وقال له يا متخلف مفيش حاجه اسمها كده، واداله واحده طيرته في الهواء. والوقت كان بيخلص ولوتشي كان مبسوط عشان فاكر ان ماش مش هيقدر يخرج. وفجاه سمع صوت تكسير ولقى ان ماش كسر المتاهه بايديه وخرج على طول. وكل الطلاب بصوا له وقالوا له ان الجدار دوت ما ينفعش يتكسر من غير سحر، ازاي هو كسره بايديه؟ وساعتها اعترضوا ان هو غش في الامتحان. بس ليمون صرخت فيهم وقالت لهم ماش مش غلطان، لوتشي هو اللي امرني ان انا اعطله ووعدني ان انا ادخل الاكاديميه. ولوتشي اتعصب ساعتها وقال لها انا المشرف هنا وبايديا اقدر امشيكم في اي وقت. وطلع العصايه بتاعته وعمل دايره سحريه حواليه، بس ماش جري عليه ومسك العصايه وكسرها له وقال له انت بتحب تتكلم كتير ليه؟ والناس ساعتها كلها كانت مصدومه، هو ازاي قدر يكسب استاذ موجود في الاكاديميه؟ بس ساعتها ظهر مدير المدرسه وكان طاير في السماء وقال سكوت، انا عاوز ماش وهعمل له مقابله خاصه. واخده ومشي ووداه للقاعه السريه وساله انت ايه اللي خلاك تيجي المدرسه؟ فماش قال له عشان اعيش بسلام مع ابويا. فالمدير ساله تاني وقال له انا سمعت ان انت رجعت عشان تنقذ بنت بالرغم من ان الوقت كان هيضيع منك، هل ده صحيح؟ فماش رد عليه وقال له ايوه انا عملت كده. فالمدير قال له انت عملت كده ليه مع انك ممكن تتاخر؟ فماش قال له لو ما عملتش كده كنت هتنيني زعلان بعدين وهفضل ندمان. فالمدير قال له معنى كده ان انت شخص بتتصرف قبل ما تفكر. وساله انت كنت هتعمل ايه لو ما قدرتش تهزم ابو الهول وتحطم الجدار؟ فماش رد عليه وقال له حتى لو ما قدرتش كنت هفضل احاول. فالمدير ضحك وقال له كلامك عاجبني بس انت لسه مش فاهم حاجه عن العالم دوت، العالم دوت مليان مخلوقات اقوى منك بكتير قوي وانا هثبت لك الكلام ده دلوقتي. وعمل تعويذه قديمه وطلع دميه خشبيه وحط جنبها سيف، وساعتها قال له التعويذه ديت قديمه ومفيش حد في البلد يقدر يعملها، وجوه الدميه ديت روح اكتر شخص بتحبه. وبص الماش وقال له انا هجيب روح ابوك واحطها مكان الدميه، ولو السيف نزل عليها روح ابوك مش هترجع تاني، ووريني هتعمل ايه. والسيف بدا ينزل ببطء عليها. ماش اتعصب على الاخر وجري على السيف والسيف كان بينزل، وماش مد ايديه ومسك السيف. فالمدير قال له ايدك كده هتتقطع. فماش رد عليه وقال له مش مهم، انا مش هسيب السيف يقع على ابويا. والسيف كان بينزل وايد ماش كانت بتنجرح والدم كان بينزل من كل حته، بس السيف وقف ساعتها وما كملش نزول. وعمنا ماش كان بيعمل عظمه حرفيا. والمدير انبهر ساعتها وقال له انت قوي يا ماش، والقوه ممكن تستخدم للاذيه او للمساعده وانت اخترت الطريق الصح. والمدير وقف التعويذه ورجع روح ابوه لجسمه وقال له انا اسف ما كانش قصدي ان انا اذيك، ده كله كان اختبار. فماش رد عليه وقال له مفيش مشكله. فالمدير قال له في حاجه عاوز تقولها؟ فماش قال له انت سالتني قبل كده هتعمل ايه لو واجهتك بقوتك، احب اقول لك ان انا هفضل اضرب فيك لحد ما تتعلم. وكل اللي في القاعه اندهشوا وقالوا له انت ازاي بتقول كده للمدير؟ بس المدير ضحك وقال له اهلا بيك في اكاديميه السحر، الابطال اللي زيك لازم يكونوا موجودين هنا. وساعتها ماش حقق اول خطوه ليه ودخل الاكاديميه. وفي الفصل دخلت معلمه السحر وقالت لهم النهارده هعلمكم واحده من ابسط التعويذات وهي تعويذه فتح القفل. وابتدت تنفذ التعويذه والقفل فتح قدامهم، وشرحت لهم ان انتوا لازم تتخيلوا ان انتوا بتفتحوا القفل وتستخدموا الطاقه السحريه بتاعتكم عشان تفتحوه. وبعدها طلبت من الطلاب ان هم يعملوا زيها، وكل الطلاب نفذوا التعويذه الا عمنا ماش. ماش كسر التعويذه بايديه وقال
لها انا فتحته اهوت. فالمعلمه ساعتها اتعصبت منه وقالت له انت كسرته ما فتحتوش، ودي ما كانتش تعويذه، ده كان عنف. فماش قال لها معلش اصل انا مش كويس في السحر وما بعرفش استخدم التعويذات. فالمدرسه قالت له طالما انت مش كويس ايه اللي جابك هنا؟ فماش رد عليها وقال لها انا مش عارف انا كمان. وفي الوقت دوت كان في طالب اسمه فين كان بيتفرج ومستغرب من ماش وبيقول في نفسه الواد دوت شكله غريب ومفيش فايده منه في السحر، ويا رب ما يكون زميلي في السكن. وفين راح يدور على الاوضه بتاعته، واول لما وصل هناك لقى باب الاوضه مخلوع، وماش ساعتها طلع له وماسك الباب في ايديه. فين ساعتها اتصدم وقال انا شكلي اتورطت كده ولا ايه؟ بس ماش سلم عليه وقال له انا ماش. ففين قال في نفسه شكله طبيعي اهوت مش وحش زي ما انا كنت فاكر. وماش ساعتها قال له تعالى لما اعرفك على عضلاتي، وبدا يوري له العضلات بتاعته باسمائهم. ففين قال له لو عندك اي سؤال اسالنا على طول. فماش قال له انا عاوز اكون موهوب السماء اعمل ايه؟ ففين بدا يشرح له القواعد وقال له عشان تبقى موهوب سماء لازم تجمع عملات ذهبيه من الاختبار والانشطه، والعملات دي بتتكون من ذهبيه وفضيه وبرونزيه، وبعد 3 فصول اي حد بيكون معاه اكتر من 3 عملات ذهبيه بيترشح للقب موهوب السماء. فماش ساعتها قال ايه دوت الموضوع شكله كبير قوي. وتاني يوم الصبح المعلمه دخلت وقالت لهم النهارده اعلمكم ازاي تركبوا المكنسه وتطيروا بيها، وكملت وقالت لهم لازم تطلعوا الطاقه السحريه اللي موجوده في المكنسه وتقولوا لها بعد كده طيري، وبعد كده تركبوها وتتحكموا فيها. والطلاب ابتدوا ينفذوها وكل واحد بيحاول يخلي مكنسته تطير. وفي اللحظه ديت جاله واحد رخم وقال له انت مش اخد بالك ان الحصه ديت حصه تطبيقات؟ بدل ما تعطلنا امشي وخلاص، احنا كلنا عارفين ان انت ما بتعرفش تستخدم السحر. بس ساعتها ماش ضرب الارض بايديه والمكنسه اترفعت، وماش بعد كده مسكها. الواد قال له انت غشاش، المكنسه ديت طارت قبل ما تأمرها. فالواد قال له تعالى ما نعمل سباق صغير والخسران هيطلع الفايز لحد ما يتخرج. فماش ساعتها وافق، والمعلمه جت تشهد عليهم وقالت لهم ده من ضمن الاختبارات، ولسه بتقول استعدوا. وفي لمح البصر وقبل ما خصمه يستعد ماش رمى المكنسه بقوته وخلاها تطير، وبعد كده ركب عليها. والمعلمه ساعتها صرخت وقالت ده رقم قياسي جديد. والواد قال له ايه اللي انت عملته دوت؟ فماش قال له انتوا مش قادرين ليه تتقبلوا الواقع. وفجاه دخل عليهم واحد اسمه لويد واعتذر لماش وقال له سامح زميلي عشان عاملك بطريقه مش كويسه، وانا لازم اعترف ان انت لفتت انتباهي في الاختبارات، وليه ما نبقاش اصحاب؟ فالمعلمه جات لهم وقالت لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ ولويد قال له الوقت بيجري بسرعه، انا حبيتك، خلينا نتكلم اكتر بعد المدرسه ونتقابل هنا في نفس المكان. وسابه ومشي. ولما لويد مشي راح على طول على الواد اللي ماش كسبه ومسكه من هدومه وقال له انت خسرت ليه؟ وفضل يضرب فيه. وبعد ما خلص قال اخيرا لقيت اللعبه بتاعتي، وطبعا قصده على ماش. وفي نفس الوقت فين كان قاعد مع ماش وماش ساله مين الشخص دوت. ففين قال له ده اسمه لويد وخلي بالك منه عشان هو طالب في قسم لانج وهو ابن شخص مهم في مجلس السحر، ومجلس السحر دوت اعلى سلطه في العالم، يعني اي حد هيقف قدامه هيتفصل من المدرسه على طول. وقال له انا شفت كتير في المدرسه ديت، وكمان لويد صاحب نائب المدير عشان كده الناس كلها بتخاف منه، فنصيحه مني ليك ابعد عنه يا ماش. ماش سمع الكلام دوت بس ما كانش مهتم خالص، وقام راح المطبخ وبدا يعمل فطيره الكريمه بتاعته. ولويد كان واقف مستنيه بس ماش ما جالهوش. وتاني يوم ماش هو رايح القاعه بتاعته ويطلع كتابه بس لقاه مقطوع. وبعد كده لويد دخل عليه وقال له انا استنيتك امبارح بس انت ما جيتش. ماش قال له اسف اصل انا ما كنتش فاضي. ولويد قال له انا سمعت ان انت عاوز تكون موهوب السماء، وزي ما انت عارف انا عندي اتصالات مع نائب المدير، ولو عملت اللي انا هقول لك عليه هكلمه لك وممكن يتوسط لك. وماش قال له تمام هعمل اي حاجه بتقولها لي. لويد ساعتها خلى ماش يشيله وينظف ويعمل حاجات تانية كتير، وطبعا ماش ما كانش فاهم ان هو بيضحك عليه، وماش كان بيعمل كل حاجه بيقولها له، ولويد كان بيذل فيه قدام الناس كلها وبيضحك عليه. وماش كان بيحاول يمسك نفسه عشان خاطر ابوه وعشان ما يترفدش في الاكاديميه. وفي اليوم اللي بعده ماش طلع كتابه بس لقاه مقطوع تاني، فطلب من فين ان هو يديله الكتاب بتاعه، بس فين خاف ورفض. بس ماش قام وقعد جنبه وقال له شكرا ليك. وفين اتحرك ساعتها عشان كان عارف ان ماش طيب. وبعد كده ماش اداله الفطاير اللي كان بيعملها له امبارح. ولما الدروس خلصت الكل كان ماشي، بس لويد وقف ماش وكب العصير على الارض وقال له نضفه، وعمنا ماش قعد ينضف. وبعد كده لويد كان واقف مع اصحابه وهو بيقول لهم انا عمري ما شفت واحد زي ماش. وبص لفين وقال له المره الجايه هتولع في هدومه. بس فين قال له لا انا مش هعمل كده. وساعتها لويد قال له انا ما سمعتش قول تاني كده. ففين قال له انا مش هعمل اي حاجه لماش. فلويد بدا يضرب فيه وقال له انت مين عشان ما تسمعش كلامي. وعمنا ماش كان بيدور على فين عشان يديله الكتاب بتاعه، فسمع صوت ولما راح هناك لقى فين واقع وهو مضروب. فبص لويد وقال له ايه اللي انت عملته دوت. فلويد قال له عشان ما سمعش الكلام. وساعتها ماش اتعصب وقال له انت ليه عملت كده؟ انا كل حاجه كنت بتقول لي عليها كنت بعملها، طب انا هعلمك الادب دلوقتي. ومسكه ولزقه على الارض وقعد يضرب فيه. وفين قال له ايه اللي انت عملته دوت، انت كده هتطرد من المدرسه. بس ماش قال له
له خلاص انا بعد كده هعمل اللي في دماغي ومش هسمع كلام حد خالص. وساعتها نائب المدير دخل ولقى لود مضروب، فبص المشي وقال له ايه اللي انت عملته دوت؟ انت مش عارف دوت مين؟ انا هطردك من المدرسه دلوقتي. وطلع العصايه بتاعته وكان لسه هيضرب، بس تفتكروا ان هو يعرف يعمل حاجه مع مش؟ لا والله، مش جري على طول عليه واداه واحده في وشه غيرت ملامحه ومسكه وبدا يدفنه في الارض، وقال له انا سمعت ان انت ممكن تطردني، بس انا كمان ممكن ادفنك هنا ومحدش يقدر يمنعني. وتاني يوم المدير قال له ايه اللي انت عملته دوت؟ انت ضربت لود ودفنت نائب المدير. ومجلس السحر اول لما سمع الخبر قرر ان هو يعاقبك وبعت انذار عشانك. وساعتها المدير بدا يشرح له عن مجلس السحر وقال له ان المجلس دوت اعلى سلطه موجوده في البلد، والمدرسه بتطلع موهوبين السماء عشان ينضموا ليه. بس المدير قال له انا معاك، انا قررت احارب الفساد اللي موجود هنا واعتبر الانذار دوت مش موجود، وسيب موضوع لود ونائب المدير ده عليا وركز ان انت تكون موهوب السماء السنه ديت عشان تقدر تغير الفساد والظلم اللي موجود. وما رد عليه وقال له ده هدفي اصلا ومش هسيبه ابدا. والمدير قال له تمام كده، بس عاوزك تعرف شويه حاجات. عشان تبقى موهوب السماء لازم تجمع العملات، وعشان تجيبها لازم تجيب درجات عاليه وتشارك في انشطه وحاجات تانية كتير. وبص له وقال له انت فاهم انا بقول ايه؟ فماشي، قال له تمام كده، سيب الموضوع ده عليا. والمدير قال له بعد كده خلي بالك عشان في مشكله كبيره هتقابلك قريب، وده هيكون الاختبار بتاعك وممكن ما اكونش موجود ساعتها. ويا ترى ايه المشكله اللي هتقابل ماش وايه اللي المدير عارفه واحنا مش عارفينه؟ يلا بينا نكمل ونشوف الدنيا. وتاني يوم ماش كان ماشي مع بن وطلع قدامه لاعب مشهور واسمه توم، وتوم طلب منه ان هو يشارك في مباراه الكره بتاعه المكنسه. وماش ما كانش فاهم يعني ايه الكلام دوت، وتوم بدا يشرح له وقال له ان اللعبه ديت بنلعبها واحنا طايرين على المكنسه، وهي اشهر لعبه موجوده في عالم السحر. بس ماش ما كانش اصلا بيعرف يطير، بس افتكر كلام المدير وهو بيقول له لازم يشارك في انشطه والحاجات اللي زي كده. فقال له تمام، بس انا اصلا ما بعرفش اطير. بس توم افتكر ان هو بيهزر وقال له تعالى بس ومالكش دعوه. وبعد كده المباراه بتبدا، وماش كان في فريق ادلر والفريق التاني في فريق لانج، وماش كان واقف مش عارف يطير، والناس كلها كانت بتبص له هو بيعمل ايه؟ مش المفروض يطير ويلعب؟ وساعتها توم جاله وقال له مالك انت مش بتلعب ليه؟ فماش قال له اصل انا ما بعرفش اطير. فتوم قال له لازم تحاول، واحنا كلنا شفناك وانت بتهزم الواد في الحصه. وقعد يحمس فيه، بس افتكر ان هو نسي يقول له القواعد وقال له بص يا عم، دي هي الكوره اللي المفروض ندخلها جوه الدايره ديت، وما ينفعش ان احنا نستخدم السحر، والموضوع كله هو انت تعرف تتحكم في المكنسه بتاعتك. وقام عشان يمشي، بس في واحد جه وضربه ووقع على الارض وقال له معلش ما شفتكش. فتوم قال له دي مش روح رياضيه خالص، بس الواد قال له مش مهم، المهم ان احنا نكسب وبس. فعمنا ماش اتعصب وبدا يطير في الهواء، والناس كلها مش مصدقه عينيها عشان هو مش بيطير بالمكنسه، لا ده بيطير برجليه. بس ماش مفيش عنده حاجه اسمها مستحيل، وبيبدا يقول للي معاه اديله الكوره. واول لما اخدها ضرب الكوره بكل قوته والكوره دخلت الدايره. بس مش دي المفاجاه، المفاجاه ان الكوره رجعت تاني لماش، وماش ما سماش وضرب الكوره تاني وبدات تخش مره تانيه، والناس مش مصدقه عينيها ايه اللي بيحصل دوت. والمباراه خلصت وفريق ادلر هو اللي كسب. وساعتها الاكاديميه قررت ان هي تدي لماش مكافاه على اللي هو عمله. وفين جاله وقال له ايه الجمدان ده يا عم؟ بس ماش قال له انا مش هشارك في الهبل ده تاني. وساعتها توم جاله وكان مبسوط على الاخر. وبعد ايام الاخبار انتشرت ان ماش هو اللي كسب الفريق بتاعه، وكان في واحد عمال يقرا الاخبار ومش عاجبه الكلام ده خالص وشكله حاطط مش في راسه. وتاني يوم ماش كان قاعد وتوم جنبه وقاعد يزن عليه عشان يتدرب معاه، وليومون جنبه الناحيه التانيه ومعاه الكتب وعاوز يذاكر لماش. وماش كان بيبص لفين ويقول له هبوس ايديك خلصني منهم. وساعتها دخل عليهم واحد واسمه لانس وقال لهم ما تضحكوني معاكم كده. واول لما شافوا توم لقى في وشه علامتين سحر، والبنت ليمون كانت عارفاه وقالت لهم هو دوت اللي طلع في المركز الاول في اختبار القبول. وماش قال له انت عاوز ايه؟ فلانس بص له وقال له انا عاوز العب معاك. وطلع ساعتها ازازه وفجاه حبس اصحاب ماش كلهم، وبص لماش وقال له لو عاوز تحررهم تعالى الغابه، واختفى على طول. ولما ماش راح له هناك لانس قال له تعالى نعمل تحدي، وطلع عملتين من الفضه. وتوم اول لما شاف العملات ديت قال ازاي واحد لسه منضم وعنده عملتين اتنين، والعملات دي مميزه وشكل الراجل دوت جامد على الاخر. وساعتها لانس قال له انا عارف ان انت عاوز تكون موهوب السماء، تعالى نعمل تحدي وهنقاتل لحد ما حد مننا يفوز، واللي هيفوز هو اللي هياخد العملات. وقال له ان انت مش هتعرف تنسحب وان اصحابك معايا، وانا عارف ان انت قوي جدا عشان كنت متابعك في اختبار القبول. وساعتها اصحاب ماش ما كانوش عاوزينه يقاتل عشان عارفين ان لانس شكله قوي جدا ومش سهل خالص. ولانس بص لماش وقال له انت خايف ولا ايه؟ بس ماش قال له انا مستنيك عشان تتحرك الاول. وبعد كده لانس طلع العصايه بتاعته، بس ماش ما استناش وهجم عليه هو كمان، بس فجاه وقع على الارض وما كانش عارف يتحرك. ولانس بص له وقال له تنيك قاعد على الارض
عشان ما فيش حد يقدر يقاوم السحر بتاعي. وكان مفكر نفسه جامد على الاخر عشان عنده خطين في وشه والناس اللي زيه مش موجودين كتير وبيكون عندهم قوه سحريه جباره. بس ماش قال له هو ده اخرك، وضرب الارض بايديه والارض ساعتها اتكسرت نصين. ولانس كان متفاجئ هو ازاي قدر يقاوم السحر بتاعه، وقام وعمل تعويذه تانية. بس ماش اتفادى الهجمه وضربه والسلسله بتاعت لانس وقعت على الارض، وماش مسكها وفتحها ولقى فيه صوره بنت صغيره. فماش بص له وقال له وكمان بتتحرش بالاطفال، انا هبلغ الشرطه عنك. بس لانس قال له هو دماغك راحت لفين؟ دي اخته الصغيره. فماش اداله السلسله. بس لانس ساله ايه اغلى حاجه في حياتك؟ فماش قعد يفكر وقال اكيد هي فطيره الكريمه. فلانس قال له لا، وماش قعد يفكر في حاجات تانية هبله. فلانس اتخنق منه وقال له خلاص انا هقول لك، اهم حاجه في الدنيا ديت هي اختي. وبدا يفتكر اخته لما كان صغير وكانت هي اللي بتلعب معاه وتطبطب عليه لما حد يضربه. وفي يوم جالها مرض خطير وعرف ان بعد 5 سنين سحرها يختفي ولازم ساعتها يسلمها عشان دي القوانين. فلانس قرر ان هو لازما يكون موهوب السماء عشان ينقذها ويغير القوانين دي كلها. وبنشوف ان لانس طلع الازازه بتاعته ورايح ناحيه الواد اللي موجود هناك وقال للماش انا دلوقتي هرمي الازازه. فماش ساعتها قلع هدومه وبدا يستعد. ولما لانس رمى الازازه استخدم سحر الجاذبيه كمان عشان تكون اسرع. وماش قال سحر السرعه وفجاه كان قدامه وقال للانس انت شخص طيب عشان ما رميتش الازازه اللي فيها اصحابي. وراح على طول واخد الازازه منه وقال له كده احنا خالصين. ولانس انصدم ان هو ما اخدش العملات بتاعته. بس ماش قال له انا مش بحب افكر وانا غبي. فعمنا لانس ساعتها افتكر كلام اخته وهي بتقول له انت مش بتفكر وغبي كمان بس انا بحبك. وساعتها لانس مشي وقال له انا بنسحب ودمت العملتين بتوعي ومشي. وماش ساعتها ما كانش فاهم ايه اللي حصل وطلع اصحابه من الازازه. وبعد كده بنعرف ان الاكاديميه فيها 3 مساكن وهم ادلر واوفكا ولانج. وماش كان قاعد هو وفين وبيحسبوا هو فاضل قد ايه عشان يبقى عندهم عمله ذهبيه كامله، والمفروض ان معاهم دلوقتي 3 وفاضل 2. بس عمنا ماش كان بيعمل الحسبه بتاعته وفي الاخر قال له كده فاضل 28. ففين بيقول له ازاي انت حسبتها؟ المفروض يكون 2 بس. بس عمنا ماش بيبص له وبيقول له هو انت ذاكرت رياضه قبل كده؟ ده انت حتى مش عارف تحسب ديت. ففين ما كانش عارف يقول له اي حاجه. بس ماش قال له سيبك من الكلام ده دلوقتي، انت مش ملاحظ ان الدنيا هاديه النهارده خالص؟ ففين قال له ايوه الدنيا النهارده هاديه على الاخر، بس بيفتكر على طول ان في واجب المفروض ان هم يعملوه ولو ما عملهوش ممكن يطرد من المدرسه. وساعتها لانس دخل عليهم وقال لهم انتوا لسه ما عملتوش الواجب ولا ايه؟ ففين قال له لا انت عملته؟ فلانس قال له طبعا اكيد يعني انا الاول ومش هكون عامله، وقعد يتريق عليهم. فماش راح له ساعتها وطلع صوره اخته عشان يغيظه. فلانس قعد يمثل ان هو زعلان وقال لهم سيبكم من الهطل دوت وتعالى يلا نخش في الجد. واخدهم عشان يعلمهم ازاي يعملوا التعويذه وجاب حاجه شبه الجزر والمفروض ان هم يخلوها تسكت وما تصرخ. ففين بدا يقرب الاول بس ما عرفش. وماش قال له وسع انت عمرك ما تعرف تعمل حاجه. بس النبات قعد يصرخ على الاخر وما كانش عاوز يسكت. فلانس ساعتها قال لهم انا مش عارف انتوا دخلتوا المدرسه دي ازاي، ووراهم هي بتتعمل ازاي. وادى العصايه لفين وقال له حاول كده وبعد كده نجح. وماش ساعتها بص على النبات وقال له انت شكلك كده مش هتجيبها لبره. ومسكوا ضربه لحد ما سكته وقال لهم هي سهله اهيت انتوا مصعبينها ليه؟ فلانس بدا يعلمهم ازاي يطبخوها. وبعد كده بص لماش وقال له انت فهمت؟ فماش قال له اكيد. وفين ما كانش مصدق ان ماش فهم. بس ماش قال لهم ادام في حاجه ما فيهاش سحر انا هعرف اعملها على طول. وبدا يطبخ. وفي الاخر تفتكر عمل ايه يا صديقي؟ فطيره. فلانس قال له لا والله ايه دوت. فماش رد عليه وقال له انت مش قلت تطبخ وانا طبخت اهوت؟ فلانس قال له لا تعالى لما اعلمك هي بتتعمل ازاي. وبدا يعلمه بس في الاخر طلع نفس الحكايه كانت فطيره برضك. وماش ساعتها قال له ما تقلقش. بس لانس قال له ما تفرحش قوي ان انت اخدت العملات بتاعتي وزي ما انا عرفت اجيبها هعرف اجيب غيرها. وبدا يحذره عشان يخلي باله ان في ناس كتيره اكيد طمعانه في العملات بتاعته. بس ماش طمنه وقال له مفيش ذكر في المدرسه دي كلها يقدر يهزمني ابدا في قتال. وبنروح لجسم الجر وبنشوف الزعيم بتاعهم وهو بيقول لهم روحوا جيبوا العملات اللي مع ماش وشكل الدنيا هتولع يا صديقي. وبعد كده بنلاقي الرجاله بتاعتنا واقفين في غابه وبيقولوا احنا المفروض هنعمل ايه. فماش بيقول لهم ممكن هنخيم ولا حاجه. بس بيشوفوا واحد ماشي وهو قاعد يقول انا البطل اللي موجود في العالم دوت وانا اقوى شخص موجود هنا وانتم المفروض تكونوا الخدم بتوعي. فالرجاله بصوا له كده وهو بيقولوا هو الواد ده في دماغه حاجه ولا ايه؟ بس راح على عمنا ماش وقال له انت بقى راس الفطر اللي موجود هنا انا ههزمك. بس ماش قال له انت مين؟ بس ساعتها ليمون بتيجي عند ماش وتقول له خلي بالك من نفسك انا مش عاوز يحصل لك حاجه. وماش ما كانش عارف يقول لها حاجه. والواد اول لما شاف البنت بتتكلم مع ماش كان هيموت من الغيظ وقال له خلاص انا هقتلك دلوقتي عشان اللي زيك بيضحكوا على البنات وانا خلاص قررت ان انا هكون موهوب السماء عشان امنع الناس اللي زيك ان هم يضحكوا على البنات. وبنلاقي ان المدرس بيوصل ويقول لهم النهارده في تحدي ما بين مسكن ادلر ومسكن لانج وهو هيكون عباره عن القتال ما بين العقارب وكل عقرب موجود فيه احجار واللي هيعرف يجمع الاحجار ديت هيكسب عمله برونزيه او فضيه.
100 على حسب اللي هتجمعوه. وهما ماشيين بنلاقي واحد جه عند ماش وضربه، والمدرس ساعتها قال له انت هيتخصم منك عملات عشان اللي انت عملته دوت. وبنلاقي ان ماش اتعصب قوي، والواد بيقول ايوه دوت ده اللي انا عاوز اشوفه. بس لانس بيوقف ماش وبيقول له الواد دوت من قسم لانج واكبر مننا بسنه وبيعمل مشاكل كتير جدا، بس مفيش حد بيطرده عشان هو قوي. بس ماش كان بيبص على الفطاره بتاعته وبيقول الحمد لله ان هي ما حصلهاش حاجه، بس لو حصل لها حاجه كنت امسكه اديله علقه محترمه. وبيمشي هو ولانس عشان يدوروا على عقارب، وبنشوف دوت وهو ماشي وبيلاقي ماش في وشه، فبينخض وبيقول له انت بتعمل ايه؟ وقعد يتكلم كلام كتير كده، بس ماش اداله قلم وقال له يا عم اسكت صدعتني. وبيسمعوا صوت واحده قاعده تصرخ وبتقول لهم في واحد عاوز يضربني. وساعتها دوت بيتدخل وبيقول لها ما تخافيش انا هنا، وبيضرب الواد. والبنت بتروح له وبتروح تمسك ايده، ودوت خلاص ما كانش عارف يمسك نفسه من كتر ما هو كان فرحان. وبنشوف الواد اللي ضرب ماش وهو بيقول خلاص قرب يقع في الفخ، وبنلاقي ان ماش ودوت والبنت قاعدين، ودوت قاعد وهو مش مصدق نفسه ان في واحده عبرته، والبنت بتستخدم السحر بتاعها عشان توقعه في حبها. ودوت خلاص ما كانش عاوز حاجه من الدنيا، فالبنت بتبص لماش وبتقول لما احاول معاه كده، وبتقول له شكرا ان انت انقذتني. بس ماش قال لها انا ما عملتش حاجه اصلا، بس هي بتحاول تاني وبتزود السحر بتاعها بس ما بيجيبش نتيجه، فبتقول خلاص انا هجرب حاجه تانيه، وبتعمل نفسها زعلانه. فدوت بيقول لها مالك ايه اللي مزعلك؟ فبتقول له في شخص بيلاحقني واسمه سيلفا وهو نفس الشخص اللي ضرب ماش. فدوت بتاخده الجلاله وبيقول لها ما تخافيش ادام انا معاكي مفيش حد يقدر يعمل لك حاجه، واي حد هيفكر يبص لك هيبقى موته على ايدي. وفجاه بيظهر سيلفا وبيقول له انت كنت بتقول حاجه؟ انا اكتر حد بكرهه اللي بيكون مفكر نفسه حاجه. بس دوت ما بيدلوش فرصه وبيعمل انفجار جامد قوي. وبنشوف لانس لما سمع صوت الانفجار وقال اكيد سيلفا بدا الحرب على ماش. وبنلاقي ان سيلفا طلع وهو كويس وبيقول له هو انت مفكر السحر الضعيف بتاعك دوت هيعرف يعمل معايا حاجه؟ وبيبدا يهجم على دوت بتعوذه قويه جدا، ودوت بيتضرب وبيقع على الارض، ومن قوه الضربه بتيجي على الفطاره بتاعت ماش. وماش اكيد مش هيسكت على الموضوع دوت، ودوت بيكون بيفكر ازاي يخلص من سيلفا ويحمي البنت منه. وسيلفا لما لقاه ضعيف كده قال تعالى ما نلعب معاهم لعبه، وبيقول لهم تعالوا نعمل تحدي، انا هضرب 5 ضربات وانت لو استحملتهم هسيبك انت والبيت، وكمان هنراهن على عملات. بس البنت بتحذر دوت وبتقول له اوعاك تعمل كده عشان هو قوي جدا. فدوت بيوافق وبيقول خلاص السحر بتاعه اصلا كده كده دفاعي ومش هيكون قوي في الهجوم. بس سيلفا بيقول له انت مش لوحدك، راس الفطر اللي هناك دوت معاك. بس دوت بيقول له هو مالهوش اي دعوه بالكلام ده خالص. بس سيلفا بيقول له لا لازم يكون معاك. فدوت بيفكر في ماش وبيقول اكيد مش هيقدر يستحمل الضربات ديت، فبيقول خلاص انا هتضرب مكانه. وماش لسه هيقول له انت بتعمل ايه، وساعتها سيلفا بيهجم عليه ودوت بيقع تاني، فبيضربوا سيلفا مره تانيه ودوت بيقع بس بيقوم وبيقول انا مش هستسلم ولازم انقذ البنت دي منك. فسيلفا بيقول له خلاص بما انك استحملت اول 2، الضربه الجايه دي اخر ضربه، وبيجمع كل قوته وبيضرب بقى ضربه قويه جدا على دوت. بس المفاجاه ان دوت بيقوم تاني وبيقول له كمل بقيه الضربات بتاعتك، بس على طول بيقع على الارض. وبيقول للماس ساعتها اهرب انت والبيت ومالكش دعوه بيا. وسيلفا بيضربه تاني وبيقول له انا اول مره اشوف حد بالغباء دوت. وبنلاقي ان البنت راحت ناحيه سيلفا وبتقول للدوت انا عملت لك تعويذه بسيطه عشان تاثر فيك بس ما كانش لها داعي، وبتقعد تضحك عليه. وهنا عمنا ماش بيتدخل وبيضرب سيلفا بالفطار اللي معاه وبيقول لهم خلصتوا المسرحيه كده، وبيبص على سيلفا وبيقول له انا هقبل التحدي بتاعك وتعالى يلا وريني هتعمل ايه. وبنشوف ان لانس قاعد مع فين وليمون وبيقول لهم هو ماش ممكن يكون كويس، بس ليمون بترد عليه وبتقول له اكيد ده ماش ده هزم المشرف في اول يوم ليه. بس لانس بيقول لهم الدنيا مش سهله زي ما انتوا فاكرين، المشرف دوت كان ساحر ابيض يعني بيكون بايع في العلوم والدراسات والحاجات اللي زي كده، اما الساحر الاحمر فبيكون كويس جدا في القتال، وسيلفا واحد منهم وكمان عنده خطين في وشه. ولو انتم مفكرين ان ماش اقوى واحد في المدرسه تبقوا غلطانين. وبنرجع تاني لسيلفا وهو بيقول للماش الناس كلها مش زي بعضها، وبيقعد يضرب في دوت وبيكمل ويقول اهو دوت كان مفكر نفسه حاجه بس هو مضروب اهوت ومرمي زي الحشره، ولسه هيضربه تاني بس ماش دخل على طول وهجم عليه، وسيلفا اتجنب الهجمه وقعد يرمي هجمات على ماش وبيقول له يا ابني الفرق ما بيني وما بينك كبير جدا، انا لما كنت في السنه الاولى كسبت عملتين ذهبيتين، وفي السنه ديت انا من اقوى الاشخاص اللي موجود في السنه تانية، وبيرمي تعويذات كتير على ماش. وفي الاخر ماش قال له انت جبت اخرك كده، وبعد كده بيقوم وبيسخن جسمه كله، وسيلفا بيتبع عليه وبيهجم مره تانية بس ماش صد الهجمه بايديه واداه واحده في وشه، وسيلفا ضرب بعيد وقال ازاي انا اقوى منه، وقام وجمع كل قوته وهجم بتعويذه اقوى بس ماش صدها. وساعتها سيلفا ما كانش مصدق عينيه وكان عاوز يقوم بس ما كانش قادر، وماش راح له وقال له دلوقتي انت ضربت مرتين يلا بينا نكمل. وسيلفا ما كانش قادر وكان عارف ان هو كده هيتضرب، وفجاه ظهر عقرب ضخم جدا وسيلفا كان مبسوط عشان هو كده ممكن يهرب، بس ماش اداله واحده طيرته وقال له انا مش فاضي دلوقتي في ناس عاوز اضربهم، والكل كان مصدوم. وماش قال لسيلفا انت صعبان عليا قوي انا مش بحب اتنمر على حد. والبنت كانت واقفه وحاسه ان ماش هيجي لها، فقعدت تعيط وتقول له
له سيلفا هو اللي خلاني اعمل كده، وماش ساعتها راح لها وقرب منها وهي خلاص صدقت ان هو مش هيعمل لها حاجه، بس فجاه اداها واحده سوبلكس رماها على الارض وقال لها انا راجل عادل ومؤمن بالمساواه ما بين الراجل والست، عشان كده لازم تتعاقبي. ودوت ساعتها ما كانش عارف يعمل حاجه، بس البنت كانت صعبانه عليه، اهو الواد دوت شكله هيموت بسبب بنت. وبعد كده الفريق بتاعنا بيتجمع وليمون بتجري على ماش وتقول له انت كويس، وهو بيقول لها انا كويس مفيش حاجه مهمه، ولانسي بيقول له انت اكيد اتقتلت مع سيلفا، وفين بيشوف العقرب اللي ضربه ماش وبيقول له انت عملتها ازاي. ودوت ساعتها كان زعلان جدا عشان انخدع بالبنت، وهو ماشي جات له ليمون وبتقول له انت كويس، فهو خلاص ما كانش عاوز بنات تاني وراح لماش وقال له انا كنت السبب في كل حاجه وشكرا ليك ان انت انقذتني. بس ماش قال له ده مش طبعك عشان تيجي تعتذر. فدوت قال له احمد ربنا ان انا جيت واعتذرت لك، انت مش عاجبك كمان. وبعد كده نانسي بيقول لماش انت مستهدف من قسم لانج، وقسم ده اهم حاجه عنده النسب والمناصب، وهم عاوزين يسيطروا على المدرسه كلها، وعندهم 7 اشخاص واسمهم الانياب السبعه، وسيلفا حتى ما كانش واحد منهم، وهم هيبداوا الحرب مع القسم بتاعنا، وحذروا ان هو يمشي لوحده بره عشان مش هيسيبوه. وتاني يوم بنشوف ماش وهو ماشي ونسي هو راح فين، وشاف باب قدامه وقعد يفكر يسحبه ولا يزقه. بنشوف سيلفا وهو قاعد وبيعتذر من ابل زعيم الانياب السبعه، وفي واحد بيقول له انت ازاي تخسر وتخلي واحد من اضلب يبقى معاه عمله ذهبيه. وساعتها الزعيم بيحوله لدميه وبيحط جنب الباقي وبيقول مفيش فرصه ثانيه في العالم دوت، انا لازم اكون موهوب السماء واعمل عالم ما فيهوش اي شوائب، والناس كلها تكون عندها سلالات نقيه والباقي يبقى خدم عندهم. وساعتها عمنا ماش بيكسر الباب وبيخش عليهم وبيقول ايه يا عم دوت انت قاعد بتتكلم مع نفسك، وبيعتذر له عشان هو كسر الباب كمان. فابيل قال له هو انت الطالب اللي كسبت عمله ذهبيه؟ فماش قال له ايوه. فبعد كده ابيل بيقول له انت عاوز تكون موهوب السماء ليه؟ فماش قال له عشان احمي عيلتي واعيش مع ابويا بسلام. فابيل قال له انت فاهم الموضوع ده غلط، موهوب السماء ده يعتبر حاكم في الارض وانت ما عندكش اي طموح خالص. فماش بيقول له طيب لو انت كنت موهوب السماء هتعمل ايه؟ فقال له هرجع العالم دوت للنظام الصحيح، القوي هو اللي بيحكم والضعيف هو اللي بيخدم، والناس مش زي بعضها وما ينفعش يكون في مساواه، الضعيف ما ينفعش يتعامل نفسه معامله القوي، واحنا كلنا وحش بالفطره، القوي هو اللي بيستعبد الضعيف، بس احنا مش عاوزين نشوف الكلام دوت. فماش قال له يعني انت كده عاوز عالم ما فيهوش مشاكل؟ فالكل اللي كانوا معاه بصوا له وقال اكيد هو ده نايم ولا ما سمعش ولا ايه. فبيل قال له انت شكلك كده بتتريق عليا وعلى النظريه بتاعتي، بس ماش قال له انا ما قلتش كده. وساعتها ابيل قال له طب انا هخليك تمشي بس لازم تديني العمله بتاعتك، وهجم عليه بالدمى بتاعته، بس ماش كسرهم على طول وبص له وقال له انت بتتحداني ولا ايه؟ وفجاه في دميه ضخمه هجمت عليه ومسكته من ايديه واخدت العمله اللي في جيبه وادتها لابيل وضربت ماش في الجدار ووقعته على الارض. فماش قام وقال له معلش على اللي انا قلته وانا ماشي، بس خبط في دميه وده كان سيلفيا، فاخده معاه ومشي. فابيل قال له هو انت كده هتسيب العمله بتاعتك بالسهوله ديت وتمشي؟ فرد عليه وقال له لا انا مش هتخلى عنها، بس المساعده امر ضروري، واوعى تفكر ان انت عشان قوي يبقى انت كده جامد، انا المره الجايه مش هخسر. فابيل حس ان الشخص اللي قدامه دوت ممكن يكون ذكي جدا يا اما هو عبيط خالص، وبعدها حس ان في حاجه غلط وبص على الدميه بتاعتها ولقى ان الزرار بتاعها ناقص، ولما فتح ايديه ما لقاش العمله اللي اخدها من ماش ولقى مكانها زرار. وفي واحده من اللي كانت موجودين قالت له انا شفت كل حاجه بس ما صدقتش وفكرت انها بتهيألي، وشرحت لهم ان في البدايه الدميه اخدت العمله منه وبعدها خلع الزرار من الدميه ورماه ببقه بسرعه وسحب العمله وهو بياخد نفسه. فابيل ساعتها عرف ان ماش ذكي جدا ومش غبي خالص زي ما هو مفكر. اما ماش كان ماشي هو وسيلفيا وبيقول ايه اللي وداني المكان دوت، وقرر ان هو ياخد سيلفيا للممرضه عشان تعالجه. وبعد فتره سيلفيا فاق وكان مستغرب ازاي رجع تاني ولسه مش متحول لدميه. وبعد كده اتفاجئ ان ماش قدامه وهو قاعد بيتمرن وبيقول له هو انت اللي انقذتني؟ فماش قال له ايوه. فسيلفيا كان مستغرب وقال له انت عملت كده ليه مع اني انا عدوك؟ فماش رد عليه وقال له لما يكون في حد في خطر يبقى كلنا واحد، ولبس هدومه ومشي وقال له انا ماشي دلوقتي اهتم بنفسك. وسيلفيا كان في الاوضه ومستغرب من تصرف ماش عشان العالم دوت ما ينفعش يكون في حد طيب. وبنشوف لانس ودوت وهم قاعدين يتخانقوا بسبب ان لانس مش عاجبه قصه صعب دوت، وفين كان بيحاول يهديهم عشان كانوا متعصبين على الاخر وزهق من الخناقه بتاعتهم. وفجاه دخلت ليمون وقالت لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ فدوت قال لها احنا بنعمل حاجات مهمه. بس ليمون قالت لهم صح انا نسيت اقول لكم تعالوا معايا على طول. وساعتها راحوا في مكان اسمه مقياس السحر وشرحت لهم ان المقياس دوت بيوضح عدد العملات اللي عند كل مسكن، ولما شافوا لقوا ان لانج عنده 15 عمله والمساكن الثانيه ما عندهمش الا عمله واحده بس، وفهمتهم ان السنه ديت لانج بياخد العملات من الناس وانهم لازم يتفقوا عليهم والا هياخدوا منصب موهوب السماء، عشان كده لازم يمنعوا الخطه بتاعت لانج. وليمون ساعتها راحت لماش وقالت له انا بعتمد عليك في المهمه ديت، الحل الوحيد ان احنا لازم نهزم لانج. وماش ساعتها ابتدى يسخن عضلاته وهو مبسوط عشان هيخش في الاكشن. وبعدها بنشوف ماش في عشه البوم عشان مدير المدرسه عاجبه لما ضرب نائب المدير، والمفروض ان هو ينظف المكان دوت لمده اسبوع. وهو بينظف لقى لانس داخل عليه وبيقول له انا جاي عشان اساعدك، بس ماش كان متفاجئ وبيقول له انت ايه اللي جايبك عشان تساعدني؟ لانس رد عليه وقال له عشان مسكن ادلر بقى مستهدف، وبما ان
كأن معاك عملة ذهبية فهم يحاولوا ياخدوها منك. وماشي وهو لسه بينظف فجأة بيسمع صوت سحر وفي مية ظهرت قدامه وصفطته على طول، ولانس ساعتها اتصدم. وفي اللحظة ديت دخلت دمية اسمها اولر والشاب اللي كان معاه وقالوا له احنا هنا عشان ناخد العملة بتاعتكم، وبنعرف ان هم من الانياب السبعة. وفي الوقت دوت ماش كان بيغرق عشان ما بيعرفش يسبح وعمال يقول انا ما بعرفش اسبح. فالدمية حولت نفسها لسمكة ونزلت في المية عند ماش، ولانس كان بيواجه الواد اللي مفكر نفسه بيقول حكم، والواد بيقول له انا هقول لك كلمتين مهمين، في اي معركة في خاسر وفي فايز. فلانس ما كانش عارف يرد عليه، وبيبتدي الواد يستخدم السحر بتاعه، ولانس عرف نقطة الضعف في السحر بتاعه وعرف ازاي يهزمه بسحر الجاذبية بتاعه. بس شاف البوم حواليه وافتكر اخته ان هي ما كانتش هتحب ان هو يأذي البوم، بس لانس عرف يبعد البوم عن الشاب باستخدام السحر وقال له دلوقتي انا هرد عليك. وطبعا الشاب كان مصدوم عشان عرف ان اللي كان بيمنعه ان هو يقاتل لحد دلوقتي كان البوم بس، وتعصب وعمل اقوى تعويذة عنده. بس لانس كان اقوى لدرجة ان الشاب وقع على الارض، وبنشوف ماش وهو بينقذ نفسه من الغرق. والقرش كان مصدوم من سرعته وافتكر ان ماش قال ان هو ما بيعرفش يسبح، بس ماش بيقول له انا ما كنتش بعرف اسبح بس لما جربت لقيت نفسي بعرف. والواد ساعتها بيرجع لطبيعته اللي هي دميه من جديد، بس ماش بيضربه وبيرجعه لطبيعته تاني. ولانس خلص طبعا على الشاب اللي معاه، واتريقوا هما الاثنين على قوه السادس والسابع من الانياب السبعه اللي بيقولوا ان هم اقوياء جدا. وهما ماشيين اتفاجئوا ان في واحد مقنع واقف وقال لهم كلامكم دوت ضايقني جدا ولازم تنتبهوا من كلامكم اكتر من كده. بس لانس انصدم عشان ما كانش عارف يعمل سحر قدام المقنع ومش فاهم ايه السبب. فالمقنع قال لهم انا هنا عشان اخد الحلفاء بتوعي بس ومش هقاتل معاكم دلوقتي. وماش بسرعه مهوله هجم على المقنع عشان يضربه، بس بنفس السرعه المقنع غير مكانه ومفيش اي ضربه جت فيه. ولانس كان مذهول عشان الشخص دوت اتحرك من غير ما يستخدم سحر اصلا. والمقنع قال لهم انا جاي هنا بس عشان اخد الحلفاء بتوعي وما تقلقوش احنا قريب هنتقابل، وسابهم ومشي. ولانس في اللحظه ديت قال لماش انا بسحب كلامي. المره ديت الوضع شكله خطير جدا، ولما المقنع كان ماشي لوحده كان متفاجئ من سرعه ماش وقال سرعه زي ديت من غير سحر ازاي؟ معناه كده ان هو شبهي. تفتكروا مين الشخص دوت؟ وهل فعلا ما عندوش سحر زي ماش؟ وهل ماش هيعرف يواجه الذئاب السبعه؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من حكايه ماش. وما تنسوش تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك واشتراك، ويلا سلام.